السلام عليكم. بنبدأ حلقتنا اليوم، وهي حلقة بعتقد ذات خصوصية محددة. هاي الحلقة طبعا بمناسبة زيارة أحمد العودي أو استدعاء أحمد العودي لتركيا. الجميع استغرب من وجود أحمد العودي في تركيا، لكن في الحقيقة ليس هناك أي استغراب، وخاصة أنه بشار الحاج علي التقى بأحمد العودي وادعى أنه أحمد العودي إجا للسياحة. طيب، ما دام تركيا تعلم أنه أحمد العودي هو الذي قام بعملية التسويات وأسس الفيلق الخامس واللواء الثامن تحت في الجنوب السوري، وبالتالي له علاقة قوية مع الروس، لماذا يأتي أحمد العودي إلى تركيا؟ طبعا أحمد العودي يأتي إلى تركيا بناء على طلب تركي واتفاق روسي تركي بهذا الموضوع. المتساءل بهذا الأمر يقول: لماذا؟ هل هناك مصالح ما بين أحمد العودي وما بين تركيا؟ أقول: ليست هناك مصالح، وإنما هناك استنساخ للواء الثامن والفيلق الخامس الذي قامت به روسيا في الجنوب السوري بمعية أحمد العودي، والتسويات التي قام بها أحمد العودي مع عناصر جيش السنة الذي كان يسيطر عليه أو يترأسه، محاولة استنساخ هذه الصيغة في الشمال السوري. وبالتالي عملت تركيا على عملية متكاملة ما بين إدخال هيئة تحرير الشام وكذلك استدعاء أحمد العودي إلى تركيا للقيام بهذا العمل. أحمد العودي لديه خبرة كبيرة في القتال وكذلك في عمليات التسوية، ونعلم كذلك أن أحمد العودي لديه علاقات وتواصلات كبيرة جدا مع الأردنيين والمخابرات الأردنية بالذات، وهي التي تسهل له الخروج والدخول إلى سوريا. بالطبع العملية التي تمت ما بين أحمد العودي وتركيا تمت بمعرفة روسية، والروس يوافقون على هذا الأمر. إذن الهم الأساسي من استدعاء أحمد العودي هي استنساخ ما تم في الجنوب لكن بصيغة تركية، وبالتالي تسعى تركيا لأن تكون كل منطقة الشمال تابعة إلى تركيا من خلال عمليات ومن خلال تسويات مع النظام، بعد أن اتفق الروس والأتراك على هذه العملية. وبالتالي يمكن إعادة ما تم في الجنوب من خلال ما يطرحه الآن الأتراك من السيطرة على الشمال، والجميع يعمل بمعية تركيا لكن داخل الأراضي السورية. نحن الآن أمام كنتونات واستنساخات لمناطق متعددة بهيئات سواء كانت روسية أو تركية ولاحقا أمريكية في الشمال الشرقي السوري التركي. إذا نحن الآن في صدد مهمة كبيرة تقع على عاتق السوريون، وهي أن يعرفوا من معهم ومن ضدهم في هذه الثورة المباركة. سلام.